بتبدأ الحكاية بأسطورة في بلاد الأغاريق القديمة، وبتحكي عن سكان الأوليمب والأبطال الخارقين. وفي الوقت ده كان موجود وحوش كتير وعمالقة بتدمر الأرض. فجاء عملاق اسمه زيوس وموت كل الوحوش، وزيوس بقى هو ملك الآلهة. وبعد فترة خلف ولد، وكان هديته لابنه حصان صغير بيطير، وبدأ الطفل إنه يلعب مع الحصان ده. والملك زيوس سمى ابنه هرقل، وده بقى أودين أخو زيوس وصاحب وادي الأموات. وطول عمره طمعان في الملك بتاع زيوس، وقال له إنه هو جاي علشان يهنيه. فالملك طلب منه إنه يقعد يحتفل معاهم، بس أودين موافقش وقال له إنه عنده شغل كتير. وبعدها بيمشي أودين ومحدش عارف هو ناوي على إيه. ودول الخدام بتوع أودين واسمهم وجع وهلع. وبنشوف برضو العرافات اللي بيموتوا الناس بمجرد ما بيقطعوا الحبل بتاع حياتهم. وأودين بيروح لهم وبيسألهم لو هرقل هياخد العرش في يوم من الأيام. فقالوا له إن في يوم من الأيام هتطلع العمالقة تاني على الأرض علشان تحاول تدمرها، وزيوس طبعا هيحاربهم. بس لو زيوس حاربهم لوحده العمالقة هيغلبوه وهيخسر أكيد المعركة دي. إنما لو هرقل حارب مع زيوس هيعرفوا يغلبوا العمالقة بكل سهولة. فأودين بيتجنن وبيطلب من أتباعه إنهم يقتلوا هرقل. وأودين في الوقت ده قال لهم علشان نعرف نقتل هرقل لازم نحوله لبشر عادي علشان يخسر قوة الآلهة. فالعرافات عملوا له مشروب يرجعه بشر عادي، بس أهم حاجة لازم يشرب الإزازة كلها وما يوقعش منها ولا نقطة. وبالليل هرقل بيكون نايم مع الحصان بتاعه. وأتباع أودين وصلوا لجبل الأوليمب، والملك ومراته صحيوا على صوت تخبيط. فطبعا جريوا بسرعة علشان يشوفوا هرقل، بس اكتشفوا إن هرقل اتخطف. وأتباع أودين خدوا هرقل وشربوه من المشروب اللي الساحرات عاملينه، بس لحسن الحظ وقع نقطة من المشروب، وبكده هرقل ما شربش المشروب كله. في الوقت ده وجع وهلع سمعوا صوت جاي عليهم، فجريوا على طول وسابوا هرقل على الأرض. وبيطلع الصوت ده راجل ومراته، وبيلاقوا هرقل واقع على الأرض وبيكون بيعيط جامد جدا. والاتنين دول ما كانوش بيخلفوا، فقرروا انهم ياخدوا هرقل يربوه كأنه ابنهم. وفي الوقت ده أتباع أودين اتحولوا لتعابين وراحوا علشان يخلصوا على هرقل. بس هرقل مسكهم هما الاتنين وضربهم ورماهم لبعيد. وبيكتشفوا ان هرقل لسه بقوته وما تحولش بشر ولا حاجة. فأتباع أودين خافوا ان أودين يعرف اللي حصل، فقرروا ان هما يخبوا عليه وعرفوه ان الخطة نجحت. والملك زيوس عرف اللي حصل، وكان فاكر برضه ان هرقل اتحول لإنسان. فكان حزين جدا لانه عارف بكده انه مش هينفع يعيش معاهم تاني في جبل الأوليمب. وعدت السنين وهرقل كبر وبقى شاب قوي جدا، ومن شدة قوته كان بيركب الحمار على العربية وبيشدها بنفسه، وهو ماشي كان بيخبط في كل حاجة قدامه وبيبهدل الدنيا. وفي الوقت ده هرقل بيشوف راجل كان بيحاول يشيل حاجة بس هو ما كانش قادر يشيلها، فراح بسرعة علشان يساعده. بس الراجل رفض علشان عارف ان هرقل قوي جدا وممكن يكسر الحاجة دي لو مسكها. ولما هرقل خرج من عنده لقى أولاد بتلعب، فحاول يلعب معاهم، بس برضو الأولاد كانوا خايفين منه. فبيقعد هرقل جنب البير وكان زعلان إن كل الناس خايفة منه. وفي نفس الوقت ده لقى طبق طاير وراح علشان يمسكه، بس بيخبط في العمود، فالعمود وقع وبعدها خبط في العمود اللي جنبه، وهكذا لحد ما بيطربق الدنيا كلها. وفي الوقت ده الناس كلها كانت بتهاجمه وبتطلب منه إنه يمشي ويسيب البلد. وبيقرر ساعتها الراجل ومراته إن هم يعترفوا له بالحقيقة ويعرفوه إن هو مش ابنهم، وادوله السلسلة اللي كانت متعلقة في رقبته وهو صغير. فبيمشي هرقل علشان يدور على أهله، وبيروح للتمثال بتاع زيوس وبيلاقي إن العلامة اللي معاه هي نفس العلامة اللي على التمثال. فبيفضل يتكلم مع التمثال وبيطلب منه يعرفه هو مكانه فين. وفجأة التمثال رد عليه، فبيجري هرقل وبيخاف جدا. فالتمثال بيمسكه وبيقول له ما تخافش، وبيعرفه كمان إنه هو يبقى أبوه. فهرقل استغرب وسأله انت ليه سايبني على الأرض كده؟ فزيوس قال له عمك هو اللي خطفك وحولك لإنسان عادي، واحنا عندنا في الأوليمب لازم تبقى خارق علشان تعرف تيجي تعيش معانا. فبيسأل باباه وبيقول له ازاي اقدر ارجع الأوليمب تاني. فزيوس قال له اثبت لنا نفسك على الأرض وانا هرجعك تعيش في الأوليمب تاني. فهرقل بيقول له طب ازاي انا هرجع بطل حقيقي وازاي اكتشف قوتي؟ فزيوس قال له لازم اول حاجة تعملها تدور على مدرب الأبطال، وكان اسمه فيلوكتيتوس. وبعدها زيوس بيصفر وبيجي الحصان صاحب هرقل
هرقل اللي زيوس كان مديهوله من زمان. والحصان جه وبدأ يلعب مع هرقل، وبعدها هرقل ركب على الحصان بتاعه وراح علشان يدور على فلوكتيتوس. والحصان وصل هرقل لمكان غريب، وهرقل هناك لقى ظهر معزة داخلة في الشجرة ومش عارفة تتحرك، فبيطلعها وبيتفاجئ هرقل إنه نصه معزة ونصه إنسان. فهرقل سأله عن مدرب الأبطال فعرفه إنه هو وقال له إنه اسمه فيلوكتيتوس. فهرقل بيروح معاه وبيطلب منه إنه يدربه، بس فلوكتيتوس رفض وقال له أنا اعتزلت من زمان. ولما فلوكتيتوس بيلاقي إن هرقل مصر فبيقرر إنه ياخده ويدخله للبيت بتاعه وفرجه على كل الأبطال اللي هو دربهم، وقال له إن مفيش حد فيهم عرف يكمل الطريق لآخره. فهرقل أخده علشان يثبت له إنه قوي وشال حجر كبير قدامه، بس برضه المدرب رفض إنه يدربه. فهرقل قال له أنا لازم أرجع بطل علشان أعرف أرجع أعيش في الأوليمب، وعرفه إن هو يبقى ابن زيوس. فالمدرب ما صدقوش وقعد يضحك عليه لحد ما زيوس بيبعت له صاعق كهربائي. وفي الوقت ده المدرب اقتنع فعلا ان هرقل يبقى ابن زيوس ووافق انه يدربه، وبيبدأ فعلا يدرب هرقل. وعدت السنين وفال كان بيدرب هرقل كل يوم، وهرقل كان كل يوم بيتدرب على حاجات جديدة وبيبقى أقوى من الأول بكتير. وفي يوم هرقل طلب من فلوكتيتوس إنه يمشي من الجزيرة ويروح يبدأ يحارب الأشرار. فالمدرب وافق وقال له إحنا هنبدأ بطيبة علشان طيبة مليانة أشرار كتير. وبينزل هرقل لطيبة وبيلاقي بنت بتصرخ وخايفة جدا، وبيكون وراها وحش براس بني آدم وجسمه حصان. ولما بيروح هرقل علشان ينقذها الوحش بيضربه، وأخيرا هرقل ضربه وعلى طول هرقل أنقذ البنت ورجع تاني علشان يضرب الحصان ده. والمدرب بتاعه قال له بعد كده لازم تركز في المعركة وما تسرحش في أي حاجة تانية. بس برضه هرقل كان سرحان مع البنت دي وما كانش مركز في كلام المدرب. والبنت اتعرفت عليه وقالت له إن اسمها ماج وطلب منها إنه يوصلها، بس ماج ما رضيتش ومشيت لوحدها. ومن الناحية التانية ماج طلعت عارفة أودين، وكان واضح إن هو مجنتها ومشغلها لحسابه، وقالت له إنها شافت هرقل وهو اللي ضرب الوحش بتاع النهاردة. فأودين أول ما بيسمع الاسم بيتجنن وبيبص للخدام بتوعه علشان هم كسبوا عليه من زمان. نرجع تاني لهرقل، فعلا دخل جوه مدينة طيبة علشان يحاول يثبت قوته فيها، واكتشف إنها فعلا بلد غريبة وكان واضح إنهم محتاجين بطل حقيقي. ووقف في وسط المدينة وقال لهم أنا البطل اللي انتم مستنيينه. فطبعا الناس كلها ضحكوا عليه وقالوا عليه مجنون. فهرقل قعد على جنبه وكان يائس جدا ومش عارف يعمل ايه. فبيلاقي ماج وكانت بتستغيث، فعلى طول هرقل راح وخدها على الحصان بتاعه علشان يشوف هي عايزة ايه. ولما وصلوا للمكان اللي ماج قالت له عليه لقوا أطفال محبوسين تحت صخرة كبيرة وكانوا عمالين يصرخوا. وطبعا أهل المدينة كلهم راحوا علشان يشوفوا قوة هرقل، وفعلا هرقل شال الصخرة من فوقهم وعرف يحرر الأطفال، والناس كلها كانت فرحانة بيه وبقوته. بس بعد شوية الأطفال دول اتحولوا لأتباع أودين اللي هم وجع وهلع. يعني كل ده كان متخطط له من أودين. بس كده الموضوع مخلص، وأهل المدينة بيسمعوا صوت جاي من جوه الكهف. فعلى طول هرقل راح علشان يموته، بس الوحش ده بلع هرقل، فهرقل قطع رقبته. والناس كلها كانوا مبهورين بقوته وفضلوا يسقفوا له ومش مصدقين ان في انسان طبيعي عمل كل ده. وأودين كان بيتفرج عليهم علشان هو اصلا اللي عامل كل ده. وقبل ما يخرج من الكهف الوحش صحي تاني، وبدل الراس اللي قطعها له هرقل طلع له 3، والحصان بتاعه جه وكان بيساعد هرقل ان هو يقطع راس الوحوش دي كلها. وبعدها هرقل جات له فكرة وكسر الصخور اللي حواليه، فوقعت الصخور كلها على الوحوش دي وماتت. ومن الناحية التانية أودين كان متضايق جدا وكان شايف ان قوة هرقل كبيرة، فبيطلب من ماج ان هي تساعده، وقال لها لو ساعدتيني وخلصنا منه انا هديلك حريتك ومش هطلب منك اي حاجة تانية. ومن الناحية التانية هرقل رجع تاني لتمثال زيوس وطلب منه ان هو يرجع يعيش تاني في جبل الأوليمب، بس زيوس قال له لسه شوية على الكلام ده. فبعدها هرقل بيتضايق علشان ما كانش عارف هو يعمل ايه تاني علشان يثبت قوته الحقيقية. وفي الوقت ده جات له ماج وحاولت تعرف نقط ضعف هرقل، فهرقل قال لها انه ما عندوش لحد دلوقتي. وماج كان شكلها انها بدأت تحبه وما كانتش عايزة تأذيه زي ما أودين كان طالب منها. وماج وهي قاعدة لوحدها بتعترف ان هي فعلا بتحبه. فأودين
جالها وسألها عن نقطة ضعفه، بس ماج قالت له إنه ما عندوش نقطة ضعف وإنها مش هتكمل في الخطة دي، وقالت له يشوف حد غيرها. فأودين اتضايق منها وقال لها ما تنسيش انت لحد دلوقتي ملكي. فالمدرب فيلوكتيتوس شاف ماج وهي مع أودين فبينصدم وبيعرف ان ماج خطيرة عليهم، وبيرجع بسرعة علشان يقول لهرقل، بس هرقل ما بيكونش سامعه وبيكون عمال يتدرب. ومن الناحية التانية جات لهم حصانة جميلة جدا وكانت عمالة تشد الحصان بتاع هرقل، وأول لما الحصان هرقل ماشي وراها بتتحول الحصانة دي لأتباع أودين وبيمسكوا حصان هرقل وبيكتفوه. ومن الناحية التانية المدرب بيحاول يقنع هرقل انه ماج بتضحك عليه، بس هرقل ما بيصدقوش. وأودين في الوقت ده ظهر لهرقل، بس هرقل ما بيكونش عارف ان ده عمه. وأودين جاب ماج وربطها وقال له انا هموتها، وطلب من هرقل انه يديله القوة بتاعته ولو يوم واحد، ولو عمل كده هيحرر ماج. فهرقل وافق وسلم على أودين واداله قوته. وطبعا هرقل داغ بعدها خالص، وأودين بيقول له ان ماج كل ده كانت بتضحك عليك وكانت شغالة لحسابي. وعدت فترة وجه اليوم اللي اتحرر فيه العمالقة زي ما الساحرات زمان قالت له، وبدأوا يدمروا في الأرض كلها. وأودين أمر العمالقة إن هم يروحوا يدمروا مدينة الأوليمب، فزيوس بيعرف وبيعلن الهجوم عليهم. ومن الناحية التانية هرقل بيبقى على الأرض وكان بيحاول يصارع العملاق ده، بس للأسف كان ضعيف علشان قوته ما كانتش موجودة. وبتروح تاني ماج للمدرب علشان تقنعه إنه يروح يساعد هرقل. ومن الناحية التانية أودين وصل لزيوس وبدأ يهجم عليهم، وطبعا أودين كان أقوى منهم بعد ما أخد قوة هرقل. نرجع تاني لهرقل اللي كان بيحارب عملاق كبير، ووصل المدرب وماج وبدأوا يشجعوه. وفعلا هرقل عرف يضرب العملاق ده، وبعد ما خلص عليه كان في عمود هيقع على هرقل. في الوقت ده ماج جت وأنقذت هرقل، وهرقل حاول ينقذها علشان العمود وقع عليها. حاول يساعدها ويشيل العمود وفعلا عرف يشيله، واكتشف ان قوته رجعت له تاني. فعلى طول اخد الحصان بتاعه وطلع على جبل الأوليمب علشان يساعد والده زيوس، وفعلا ساعده وعرفوا يغلبوا كل الاشرار. ومن الناحية التانية أودين امر العرافات انهم يقطعوا حبل ماج علشان تموت وهرقل يزعل عليها، وفعلا عملوا كده وهرقل زعل جدا ان هي ماتت. وبعدها راح لأودين وطلب منه ان هو يرجع له ماج. فأودين قال له لو عايز ترجعها نط في بحر الأموات وحاول تطلع روحها، ولو عملت كده ميج هترجع تعيش تاني. ففعلا هرقل ما فكرش ونط على طول في بحر الأموات. وبعدها أودين أمر العرافات إنهم يقطعوا حبل هرقل علشان يموت وما يخرجش تاني من البحر، بس الخيط بتاعه كان قوي جدا وما كانوش عارفين يقطعوا الحبل. وأخيرا هرقل وصل لروح ماج وطلعها من بحر الأموات. وأودين طبعا كان مصدوم وما كانش مصدق، وطلب من هرقل ان هم يسامحوه على اللي هو عمله ده، بس هرقل ما سامحوش وضربه ورماه ببحر الأموات. وباللي عمله هرقل ده أنقذ ماج ورجعها تاني للحياة. وبعدها هرقل بيطلع لعرش زيوس وكل أهل الأوليمب بيكونوا بيرحبوا بيه، وزيوس قال له انت دلوقتي رجعت لبيتك وتقدر تعيش هنا على طول. بس ماجي زعلت جدا وكمان مشيت من قدام القصر علشان زي ما قلنا ما ينفعش البشر العاديين يعيشوا في الأوليمب. فهرقل رجع لزيوس وقال له أنا طول عمري بتمنى إن أعيش هنا، بس دلوقتي ما بقاش ينفع ولازم أنزل أعيش على الأرض. وبياخد ماج وبيمشوا علشان يرجعوا للأرض ويعيشوا فيها مع بعض. لو وصلت لغاية هنا ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب للقناة. سلام.